السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، مشتريات تاني من امازون. طبعا يعني المشتريات اللي هي الخزين بتاع البيت دوت، احنا بتفضل تفتكري كل شوية الحاجات اللي انت عايزاها يعني. والبيت ما بيتفضش. ربنا يقوينا جميعا ويقوي ازواجنا ويجعلهم ان شاء الله، يوسع عليهم ويجعل لهم الخير كله. اول حاجة ده رز كده بسمتي مستر فود، ده لقيته ب45 جنيه فجبته. وده دقيق الضحى ب22 جنيه، جبت 2 كيلو. وده سكر، بس السكر بتاعه نضيف جدا، مش اول مرة اجيبه. بصوا السكر بتاعه نضيف قوي قوي، مش عارفة 25 او ب26. جبت 2 كيلو، انا عندي طبعا يعني. ودي كبسولات بتاعت الماسك، اللي هي كده بتحطيها في المية او تحطيها في اي حاجة بتتفرد كده بتتحط. كنت عايزة اجيبها من زمان. دي 100 واحدة ب35 جنيه. والشامبو بتاع اولادي خلص، فكنت بستخدم لهم الشامبو بتاعي، فبصراحة حسيت ان هو بيحرق عينيهم او خفت عليهم حاجة كده، فقلت بقى ان انا اجيب لهم ده. لقيت شامبو جديد كده اسمه دانيال، او مش عارفة اسمه ايه ده، اسمه جديد ما يعني، انا مش عارفة، انا اول مرة اشوفه بصراحة. المهم ان هو الشامبو ده اصلا المفروض ان هو شامبو مكتوب عليه شامبو بخلاصة البابونج للاطفال بدون دموع، فطبعا ده اهم حاجة. طبعا جبته حجم كبير، ده كان ب85 جنيه، 750 مللي كده، عشان هما بسم الله ما شاء الله يعني ايه الثلاثة يستخدموه. الصيف داخل بقى، لازم ايه طبعا الشاور بالشامبو في الشعر. انا ما بحبش استخدم الشامبو كتير، بحب استخدم لهم البلسم. بس انا حبيت ان انا اجيب لهم على الاقل مره في الاسبوع تغسلي لهم شعرهم، لان لازم يبقى نظيف يعني. وعلبه المينك دوت بزيت بالجوز الهند، برضو ليهم هما التلاتة. دي كانت ب55 جنيه برضو، دي حجم كبير تقريبا 500 ملي، عشان الحضانه بقى والحاجات دي. تقريبا 500 ملي، مش عارفه، مش مكتوب. بس دي الحاجات اللي انا جبتها من بصوا بالجوز الهند والمكاديلي وزبدة الكاكاو. تقريبا كان 500 مللي، بس انا مش مكتوب هنا. المهم ان هو كويس يعني، انا جربت منه قبل كده، لونه احمر كده زمان قوي، كان كويس. عامل زي الفازلين كده بس ناعم شويه. الورق ده بصوا بستخدمه ساعات ايه، افرشه على سطح بحبه قوي على سطح فوق النيش مثلا، على سطح البوتاجاز اسمه ايه، المطبخ. معلش مضيعه شويه. المهم ان النهارده بكره ان شاء الله رمضان، وامبارح كان عيد الام، وانا ما نزلتلكمش فيديو عيد الام لان الحاجات اتاخرت عليا. فانا ان شاء الله النهارده المفروض ان الحاجات جايه النهارده، فالمفروض ان انا هنزل لكم النهارده فيديو عيد الام، وبكره ان شاء الله هنزل لكم اللي هو فرش الشقه وفرش شقه فرش الشقه يعني. فهنشوف. اول حاجه ادخل الحاجات دي، لاني بقالها يومين على المنظر ده في السفره كده، الشقه خلصتها وتعبت خالص. ربنا يا رب يقوينا جميعا وانا كمان بتعب في رمضان، وانا تعبانه قبل رمضان، مش عارفه في ايه بصراحه. الحمد لله على كل شيء. هروح بقى ادخل الحاجات دي واشيلها وبس كده. فهنا المفروض ان انا بقى خلصت خلاص، المفروض بقى ان انا اعلق الزينه. طبعا انا خلصت امبارح كل الشقه يعني، البنوته اللي بتساعدني ربنا يبارك فيها يعني. بصوا انا السنين اللي فاتت كلها عايزه اقول لكم ان انا كنت بقعد ادور على حاجات رمضان دي. السنه اللي فاتت بقى صممت ان كل الحاجات تبقى في مكان واحد، عشان بعد كده ابقى اعرف مكانها فين. فبصوا دي بقى كل الزينه، في زينه ما استخدمتهاش خالص، في زينه استخدمتها. بصوا انا طبعا الحاجات اللي بستخدمها بغسلها وبشيلها تاني يعني. دي حاجات ما استخدمتهاش خالص، بفكر اعلقها السنه دي. في ايه تاني، في
كل حاجه بقى، في المفرش بتاع السفره الكبير وطبعا بستخدمه على طول كل سنه. في بقى الفوانيس الهلال، الحاجات دي فوانيس اهي هتتعلق كده. كل الحاجات دي بقى ايه طبعا في دي يعني دي كانت موجوده عندي وما استخدمتهاش خالص، وفجاه لقيتها في الدرج، فبقى بقيت الملم كل ما الاقي حاجه لقيت احطها في مكان عشان ايه استخدمهم كلهم مره واحده. ففي حاجات كتير قوي، وطبعا انا عندي فوانيس كتير قوي بصراحه. انا يعني حاجات رمضان ما اشتريتش حاجه السنه دي، وما اشتريتش حاجه السنه اللي فاتت برضه عشان تبقوا فاهمين. يعني انا ما اشتريتش حاجه السنه اللي فاتت الا 3 فوانيس كده، اللي هي الفانوس ده والفانوس ده كان جاي لي هديه كمان يعني. فالثلاث حاجات دول يعني هم دول بس. فانوس دوت وهلال بس. المهم ان الحاجات دي بقى المفروض ان انا ايه هركبهم، بس ولادي دلوقتي جايين من الحضانه، وما بيجوا من الحضانه بيبقوا مزربنين، فمش هعملهم بس شويه كده. المفروض كل الحاجات دي بقى ايه طبعا الشنطه اتبهدلت خالص، احطها سايبه بقى السفره بقى كل حاجه بقى مسحت وخلاص والدنيا تمام. هو ناقص بس على الفرش، والمفرش اهو مغسول زي القشطه. المفرش ده كنت جايباه بقاله بالظبط 8 سنين، تخيلوا. انا بحافظ على الحاجه بتاعتي قوي على فكره. وفانوس اهو، الفانوس لونه ازرق لون الشقه. وفي حاجات تانية حماتي كانت جايباها لي، دول حماتي جايباهم لي جداد. اهو في منهم حاجات عايزه تتحط على الثلاجه، وفي منهم عايزه حاجات تتعلق على الحيطان. دول اهو وجايبه لي حاجات تتعلق على الثلاجه، تتلزق على الثلاجه. مش عارفه اللزقه بتاعتهم عامله كده ليه اهو. كتير بقى الحاجات دي. عندي فريزر وعندي الثلاجه اعلق عليهم. تشيلي الورقه وتعلقي. حاجات جميله قوي. بوبي وطمطم وبكار والليله الكبيره. وفي كيس تاني 3 اكياس زينه، 3 اكياس. وفي ده بيتحط كده على الرخامه. بسنت ودياستي جايبهولي عشان بنوتي اسمها بسنت اهو اتحط كده على الرخامه. ففي حاجات كتير الحمد لله. فما جبتش حاجه السنه دي. كنت عايزه اجيب طبق تسالي، بصراحه الوقت ما اسعفنيش بقى مع اوردرات عيد الام، مع حاجات كتير قوي الواحد، مع خزين البيت. فبصراحه ايه ما قدرتش. لسه بقى ان شاء الله اهو. فالسفره حطيت عليها المشمع كده بس، ومسحتها وكل حاجه وخليتها زي الفل. ناقص بس ان انا افرش عليها المفارش بقى واعلق الزينه على الستاير والحاجات دي، بس مش دلوقتي. اعمل الغدا كده لولادي عشان ايه ام الحضانه. دي كبده جايلي من اسكندريه كده، بصوا شارع المنشيه لو حد يعرفها، عمو امين. بتتباع كده كبد وكلاوي كل ربع لوحده على يعني على السوا جاهزه، فيها توم وكل حاجه. بس انا برضو بحط لها معلقه توم، بحط لها كمون وشويه ملح متبهر ومعلقه زيت، واسيبها بقى مع نفسها. انا عايزه احط شويه زيت تاني، انا حاسه ان الزيت قليل بس كده. واسيبها بقى مع نفسها خالص. عايزه يبقى عندي فلفل بس للاسف ما عنديش اهو كده. تقليبه كمان واسيبها بقى زي ما هي عشان ايه ما تتعملش. بصوا ده طبق قديم كده. بصوا القصايص دي كانت عندي اهي، خيطته كده زي هو بيتباع كده اصلا، بس الطبق ده اتلسع مني فقلت استغله يعني.
حتى بقى على السفرة كده ايه. بس عملته الظهر والوش اهو، شايفين؟ عملته هنا بفلونكة كده بحيث ان انا لو عاوزت اغسلها اخرجه تفك كده. دي بقى اللي هي المثلثات اللي هي بتتباع اكياس دي، فانا عندي منها كتير، بدل لما اجيب حتة قماشة ف خيطتهم في بعض كده وعملتها كده. امبارح كان ايه قبليها بيوم، قبل رمضان بيوم. النهارده اول رمضان، كل سنه وانتم بالف خير. المفروض امبارح كنت اعمل معاكم السحور، بصراحه امبارح كان اليوم مش احسن حاجه خالص. الحمد لله على كل حال. الاطفال لما بيتعبوا بيقلبوا الدنيا. عايزه اقول لكم هقول لكم بس الجلاش ده حلو قوي، زمزم ده حلو قوي. المهم الاطفال لما بيتعبوا بيقلبوا الدنيا بصراحه. اليوم اتقلب، ابني تعب وتعبت جدا، حتى ما اتسحرتش والله غير زبادي. المهم انا شفت تريكايه كده النهارده بقى بنعمل الفطار. كل سنه وانتم بالف خير، ربنا يتقبل مننا يا رب. حتى الزينه ما علقتهاش، وهوريكم انا عملت ايه. بس هم دول اللي عملتهم ومش هعمل حاجه غيرهم بصراحه، مش قادره. المهم شفت تريكايه كده فقلت اما اجربها. اول حاجه جبت البايركس بتاعي، انا قاعده في الارض لاني مش قادره خالص، انا تعبانه قوي. اول يوم ببقى تعبانه قوي. دهنته زيت. وهنا الجلاش هوريكم انا هعمل ايه. بصوا هنا حطيتها كده، قطعتها طرنشات، وحطيت زيت زي ما انتوا شفتوا في الاول، و حطيت النص كده بتاعها. وهنا حطيت البيضه وعلبه زبادي وشويه بهارات وفلفل وقرفه وجوز الطيب، وهحط كوبايه لبن كمان، وهضربهم كلهم مع بعض. دي بقى اللحمه المفرومه اللي احنا عاملينها مع بعض اهو. وهحط ايه باقي الحشوه، افرطهم كده اهو، فرطين كده اهو. بحط بصوا اللي احنا عاملينها مع بعض ومجهزينها في الفريزر، بحطها في الميكرويف كده ايه ثواني كده تفك كده، ان انا اعرف اقطمها بس، مش اكتر من كده. لكن هي مجمده زي ما هي، مفيش اي حاجه. انا اهي اهو شايفين. زمزم دي اللفه مش كبيره، يعني كويس ان هي تقضي صينيه تقضي كذا حد يعني اهو. تفرشوا بقى كده، هقعد افرشهم كده وارجع لكم. الحله اللي لسه جاي نرميها مقاس 20 و24. ده الطقم بتاعي لسه جاي دلوقتي. اللي ما شافش الفيديو دوت، انا كنت جايبه واحد ليا وواحد لحماتي، كنت جايبه لها حاجات تانية يعني لعيد الام. فده اللي بتاعي لسه جاي النهارده اول يوم رمضان. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه اهو. اللي هو الطقم ده هحطه بقى دوت فوق المطبخ، حاطه فيه الحلل القديمه. بصوا دي الحلل القديمه دوت نيو كلاين، هعمل لكم فيديو عنها قريب ان شاء الله. بصوا هنا ياما عملت الصينيه اهي، طريه كده طريه وكريسبي الاتنين مع بعض. هنا اللحمه وهنا الصلصه وهنا الرز، وهنا بقطع لحمه كده للعيال، وهنا الفته. ماما اكلت مش ومن هنا بس كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكون استفدتوا منه باي حاجه. النهارده انا اول يوم دايما بفطر فته وجلاش او سمبوسه او اي حاجه جنب الفته واللحمه، متعوده كده من عند ماما يعني. اليوم كان ملخبط شويه وكان متعب شويه. ربنا يبارك في اولادنا جميعا لما بيتعبوا وبيقلبوا كل الموازين. الحمد لله على كل حال، ربنا يتقبل، وكل سنه وانتم طيبين.